انت مش متعود على الهدوء والشرح والتحليل فتقدر توصل بنفسك لفكرة جديدة، لأن للأسف كل اللي بيوصلك في السنين الأخيرة هو مجرد واحد بيطلع يزعقلك، يديك جملتين يسيطر بيهم على مشاعرك، أو واحد تاني بيعلق على فيديوهات حد تالت. للأسف الموضوع ده كله سرعة وتلقي، مش هدوء ولا تركيز. لكن المفاجأة إن أنت ما كنتش كده قبل كده. كنت بتحب الهدوء وبتحب الجلسات الطويلة، بتحب تسمع وتفهم، بتحب تخلي المعلومة تثبت في مخك علشان تعرف تستغلها بعدين وتستخدمها. لكن قلة التركيز والسرعة خلقوا السلوك الجديد ده، سلوك اخلص وما تطولش. هيفيدنا بإيه كل الأدلة والبراهين وكل الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده أنا شفته كتير جدا، سواء في التعليقات على الفيديوهات أو حتى في اللايفات اللي كنا بنعملها. للأسف كتير جدا من الناس ما بقاش عندهم قدرة إنهم يفهموا حاجة معينة بشكل أعمق أو يصبروا على اللي قدامهم لحد ما يوضح فكرته، فمستوى النقاش بقى متدني جدا. ده غير إن اللي بيتكلم بأسلوب مش كويس وبيتعدى حدود الأدب فيه. علشان كده مش قادرين نوصل لفكرة معينة. الأدلة والبراهين هتفيدك، وإنت محتاج تعزز تركيزك تاني علشان فهمك يزيد وتعرف فعلا تتعامل مع اللي حواليك بصورة أحسن. تعرف تشوف الفرص بدل العقبات، تعرف فعلا تركز على اللي يفيدك، تعرف تقعد لوحدك من غير ما تزهق. ببساطة جدا علشان تعرف تتعامل مع اللي حواليك في عصر السرعة ده لازم تعرف لغة عقلك بيفهم أي لغة، ولازم تعرف طريقة نفسك. نفسك دي ليها طريقة، وعقلك ليه لغة. مفيش حاجة هباء. لازم يبقى عندك منظور جديد تعرف تتعامل بيه مع اللي جاي. انت المفروض دلوقتي بتبني نفسك، بتتعلم من اللي فات وبتستعد علشان اللي جاي. قلة التركيز بيجي معاها قلة صبر، علشان كده كتير جدا من الناس مش قادرين يستحملوا يشوفوا فيديو مثلا مدته 3 دقايق. 3 دقايق بقوا كتير، في حين زمان انت كنت ممكن تقرأ كتاب. لكن طبعا كل ما التركيز بيقل كل ما الصبر بيقل، كل ما قدرة الإنسان على التواصل بتقل، كل ما قدرته على الفهم بتقل، فبرضه قدرته على التعامل مع اللي حواليه بتتأثر. فبيحس دايما إنه مش عارف يتعامل، لا ينتمي لأي مكان هو موجود فيه، مش عارف يعمل إيه، فدايما في زهق، في ملل. لكن إحنا محتاجين نركز تاني كويس. جرب تفصل شوية عن كل الحاجات اللي بتسرح حياتك دي، لأن الحياة السريعة معناها حياة في الماضي، لأنك مش قادر تعيش اللحظة. سيبك من الإنترنت والسوشيال ميديا شوية، سيبك من كل اللي حواليك وكل اللي بينغصوا عليك حياتك وبيتكلموا على الناس. سيبك منهم وحاول تفصل. وقت لنفسك، وقت للناس اللي بتحبهم، وقت لأولادك، وقت للحاجات اللي تستاهل فعلا. إنك تفهم نفسك بصورة أعمق، تحل المشاكل المتعلقة، تحب نفسك دي وتطمن معاها. لما تهدى وتحاول تفرض وقت لكل الحاجات اللي بتحبها بس بعيدا عن المشتتات دي كلها، هتقبل على الحياة بطاقة أكبر، بمفهوم أعمق، بمنظور جديد. هتعرف تستغل اللي في إيديك. ولو آخر حاجة هتسمعها هنا، فأرجوك بلاش تسلم دماغك لحد. حاول تاني تحب الأدلة والبراهين وتفكر وتوصل لمنظور جديد بنفسك. لازم يبقى عندك فكرتك الخاصة، بلاش تبقى تابع. ما تسلمش دماغك لحد ولا تهمل قدر نفسك وترويضها، لأن دي مسؤوليتك الكاملة. أنت إنسان مسؤول واعي، فبلاش تفرط في وعيك. سلام.